مرحبا، وياكم دكتور يوسف فؤاد بحلقة جديدة من برنامج إراكي دنتال ماتيريالز. حلقتنا اليوم راح نسولف بيها شوية على موضوع اللي هو السنسيتيفيتي أو البوست أوبراتيف سنسيتيفيتي اللي يصير بعد ما نكمل الكومبوزيت فيلينج. فكرة السنسيتيفيتي شوية بدأت تقل هالفترة لأنه قدرنا نسيطر على الأسباب. الناس كلها قدرت تسيطر على الأسباب اللي تسوي سنسيتيفيتي، بالتالي راحت شغلة انه اني اسوي حشوة كومبوزيت وتصير سنسيتيفيتي عنده. نريد نعرف هو اصلا ليش يصير السنسيتيفيتي. اول شغلة البيرات اللي انت تستخدمها. ممكن انت تستخدم يعني خلينا نقول بالتوربين حاط البير ومدى يعني يصير مدى يفرز مي، مدى يطلع مي التوربين، واحنا نعرف انه هذا المي لازم يبرد البير لان هاي عملية الدوران مالته ويلامس التشيو مال السن، وعملية الحفر هاي احتكاك، هاي تولد حرارة، فلازم المي موجود على طول. اذا المي انقطع واحنا كملنا باجراءات انه نحفر ونسوي الكافيتي بريباريشن او نشيل الكيريز، انتهى الموضوع. احنا ممكن انه يصير عندنا سنسيتيفيتي، همينه مو دائما. هاي شغلة اولى. الحل مالتها نتاكد انه التوربين دا يعطي مي، هذا هو. هاي شغله اولى. الشغله الثانيه انه البير مالتنا تعب. البير مالتنا صار لنا احنا مشتريه بابو الالف وصار لنا شهر كامل نستخدمه، تعب. بدا الدايموند اللي فوقه بدا يحتك، بدا ينمسح، بدا يروح الدايموند، فهذا راح يصير دل، يقوم يفتر بمكانه، ما يحفر او حفره كلش ضعيف بس فرته سريع، يعني دا يفتر هو دا يولد احتكاك بس ما دا يحفر. فبهذا النوع من البير يقوم يفرز حراره كلش عاليه حتى ويا المي، الحراره راح يفرزها يكون اضعاف. فبالتالي هذا البير نشيله نذبه بالزبل نجيب واحد جديد، انتهت عندنا السنسيتيفيتي. ويعني اصلا ما اوصل البير لهيجي حاله يلا اذبه، ما انطي احتماليه ولا 1% انه يسوي لي بكيس واحده سنسيتيفيتي. بير شنو قيمته؟ هاي شغله الاولى اللي هي شغله تتعلق بالبيرات. الشغله الثانيه اللي هي الاتشنج. موضوع الاتشنج قبل بجنريشن الرابع خلينا نقول والخامس كنا نعتمد على كونسبت اسمه التوتال اتش، اللي هو احنا راح نحط الاتشنج على كل السن، اوكي، حتى نضمن انه السمير لاير مال دنتين كلها راح تذوب. هاي الشغله اكتشفوا انه تسوي سنسيتيفيتي. ليش؟ لان هذا الاتشنج راح ياثر على التيرمينال نيرف اندنجز الموجوده انسايد ذا دنتينال توبيولز، فبالتالي راح يسوي عندنا بوست اوبراتيف سنسيتيفيتي. فبالجنريشنات الحديثه حطوا لنا ويا البوندينج فد اتشنج ما راح يسوي سنسيتيفيتي، وبالتالي احنا راح نستخدم السلكتيف اتش. فالفكره انه استخدم السلكتيف اتش، استخدم التكنيك مال سلكتيف اتش. والجنريشنات الحديثه مال بوندينج يعني ما راح تتطلب من عندك انه تسوي توتال اتش، فقط سلكتيف اتش وهي راح تتكفل بالباقي. فهاي همينه واحده من الاشياء اللي تسوي عندنا سنسيتيفيتي. نجي على الشغله الاخيره اللي هي هاي هم نقدر نسيطر عليها بس هي راد لنا معرفه اكثر، اللي هي الشرينكج مال الكومبوزيت. احنا الكومبوزيت شرينكج هو ما راح يسوي لنا سنسيتيفيتي، بس الشرينكج ستريس الناتج من الشرينكج مال الكومبوزيت هو هذا راح يسوي لنا السنسيتيفيتي. يعني لنفرض اني كومبوزيت موجود هسه داخل كافيتي كلاس 1، وهذا منا الميجيال وول ومنا الديستال وول. من اني جوي سوولي كيور صار بيها شرينكج، واني حاطين بوندينج والبوندينج قوي على اليمنى وعلى اليسار، على الميجيال وعلى الديستال. فمن اني صغرت ايش راح اسوي؟ راح اجر وياي الوول الميجيال والوول الديستال، راح اعيش السن بحاله قلق، بحاله ستريس دائم، تنسايل ستريس، انه اني جاره منه مثل جر الحبل، جاره منه وجاره منه، بسبب انه اني صغرت. هذا الستريس اللي راح يصير اللي ممكن يسحب وول او انه يحركه ولو كلش بسيط، احنا بالعين ما راح نقدر نشوفها بس انه ممكن يتحرك. هذا الوول اللي عليه ستريس دائما معناته اكو ستريس على الخلايا والتشيو اللي جواه، وهاي التشيو والخلايا اللي هي الدنتينال تيوبيولز بيها النيرف اندنجز، فبالتالي ممكن تتاثر، مو ممكن اكيد راح تتاثر وراح تسوي لنا سنسيتيفيتي. فاحنا اذا حلينا موضوع الشرينكج راح نخلص من السنسيتيفيتي اللي تخص بهاي النقطه. شلون راح نحل موضوع الشرينكج؟ الاشياء اللي حكيناها بفيديوهات سابقه.
اللي هي راح نستخدم البلك فيل، راح نستخدم اللايرنج تكنيك، راح نستخدم ممكن البري هيتنج يعني كومبوزيت، راح البوندنج شلون نحطه بطريقه مرتبه بحيث ما يصير دي بوندنج، شلون راح نسوي لايت كيور، نسوي كارفينج لو لا، نحسب السي فاكتور. يعني هاي كلها نقاط، واكو بعد اكثر نقاط شلون احنا نقلل الشرينكج، وسوينا فيديو يعني همينه اللي يدوس هنا يشوفه شلون نقلل الشرينكج مال الكومبوزيت. فبالتالي كل هاي الشغلات تؤدينا الى انه نسوي سنسيتيفيتي. فمجرد احنا نتخلص من السبب انتهى عندنا موضوع السنسيتيفيتي. لان بصراحه السنسيتيفيتي هي مو فد شعور قليل، لا، فالشعور كلش راح يضوجه للمراجع لدرجة انه يرجع يريد يبدل الحشوة. لو حاط لي الحشوة البلاتين كان احسن مثلا، تسمع هيك شغلات. فحتى واحد يتأكد من شغله يطبق هاي الاشياء ويودع السنسيتيفيتي الى الابد. اذا عجبتكم هاي الحلقة فسوي لايك وسوي سبسكرايب وفعل الجرس حتى تجيكم الحلقة اول باول. كان وياكم دكتور يوسف فاي. سلام.